غزوة أحد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الثانية من سلسلتنا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. عزيزي المشاهد، هذه الحلقة واللي هي الحلقة الثانية في السلسلة ديالنا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وللأسف الحلقة الأولى واللي كانت هذه عام قبل اللي من بعد ما رحنا حتى شي حلقة في هذه السلسلة. داكشي علاش قبل ما نبدا ديروا واحد لايك وفولو، يلا اكتشفوا التفاصيل اللي ما عمرك سمعتيها من الآخر. اول حاجه قبل ما ندخلوا في المعركه شنو وقع، غادي نهضروا على الاسباب اللي خلات هذه الغزوه تكون. من بعد غزوه البدر الكبرى كفار او قريش ما كانوش فرحانين بهذه الخساره اللي وقعت، كانوا كيشوفوا بان القوه الكبيره اللي جاو بها في غزوه بدر وتخسرت واحد القوه الصغيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. بداو كيفكروا بالانتقام باش يرجعوا المكانه ديالهم وسط العرب، فبداو الاستعدادات ديالهم من خلال بداو يخططوا المعركه القادمه. هاد المعركه واللي قادها ابو سفيان اللي كان مع حوالي 3000 مقاتل، كانت معهم واحد المعدات ديال الحرب كثيره بزاف، خيول وكذلك دروع. من بعد قريش رسلوا واحد الرعاة لمنطقه بدر مره اخرى باش يستفزوا بها المسلمين، وهادشي كان بمثابه استهزاء كبير للمسلمين. من بعد ملي عرف الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الاصدقاء ديالو اللي هما الصحابه واش يدخلوا في حرب ولا لا. تما وقع واحد الانفصال ديال الفريقين، فريق كيقول وفريق كيقول لا. الفريق اللي كيقول لا فكان منهم ابي بكر وعمر بن الخطاب، الفريق اللي كيقول هو الشباب اللي كانوا متحمسين باش يجاهدوا سبيل الله عز وجل. من بعد التفكير ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ لا ديسيزيون او القرار بانه يدخل هذه الغزوه ولا تكون الغزوه الثانيه في تاريخ المسلمين. الان نمشيو للجزء الثاني اللي هو تجهيز المسلمين لبدايه المعركه وقرع طبول الحرب. مشى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه جيش المسلمين اللي البالغ العدد ديالهم تقريبا 700 واحد فقط، مقارنه كما قلنا قريش اللي خرجوا ب 3000 شخص. من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اختار المكان ديال المعركه واللي هو مكان استراتيجي قريب بزاف لجبل احد، حتى يعطي المسلمين واحد القوه كبيره بانه قريش هي اللي جايه عندهم ماشي هما اللي ماشيين. والرسول صلى الله عليه وسلم اللي عطى واحد الامر للرماة المسلمين بانه يطلعوا لواحد المكان عالي في ذاك الجبل باش يحميوا ظهر المسلمين ويمنعوا اي هجوم جايهم من الخلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا مكانكم حتى امرناكم. هذا الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الرماة المسلمين، الوجود ديالهم فكان واحد الشيء اللي ضروري باش يحمي المسلمين من اي هجوم مباغت اللي طبعا اللي كان ضدهم ذاك الوقت خالد بن الوليد واللي معروف بالدهاء. الفكره ديالو واللي سبق وتكلمنا عليه في حلقه سابقه اللي غتشوفوها في قناتنا في يوتيوب وكذلك في انستغرام. رجعوا الموضوع رغم قله عدد المسلمين الى ان المعنويات ديالهم فكانت عاليه ومرتفعه للسماء، عارفين بان الله عز وجل غادي ينصرهم. الجزء الثالث بدايه الحرب او المعركه. المعركه بواحد الشكل جيد للمسلمين حيث تمكن الصحابه بانهم يحققوا واحد النصر كبير وسريع للمسلمين. واحد من هاد الصحابه اللي هو علي بن ابي طالب قاتل علي بن ابي طالب رضوان الله عليه بشجاعه في هذه الحرب، وتمكن من قتل العديد من القاده ديال المشركين. فاش شافوا المشركين راسهم خاسرين بداو في خطوات الانسحاب، وشي وحدين من المسلمين ولا ما بالاحرى الرماة ظنوا بان المعركه انتهت وخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهبطوا من جبل احد، بالتالي ولا الجبل خاوي، يعني ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يحمي دار المسلمين. واستغل المشركين هذا الخطا والخصوص كما قلنا خالد بن الوليد جمع الجيش ديالو والتفوا على جبل احد باش يغدروا المسلمين وجاو لهم من اللور، فولاو المسلمين محاصرين ما بين خالد بن الوليد وراهم وابي سفيان قدامهم. هادشي اللي خليته واحد من اقوى شخصيات المسلمين واللي هو حمزه بن عبد المطلب. كان حمزه رضي الله عنه واحد من اقوى وابسل المسلمين، حيث انه كان واحد الشخصيه قويه واللي قتلو فهو الخدم ديال اسيا واللي سميتو وحشي. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهجمات شديده، لكن كان محمي بفضل الصحابه اللي قدموا راسهم للشهاده باش يحميوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نتيجه الخطا الكبير رجعت صفوف المسلمين مؤقتا، ولكنهم قدروا يستعيدوا التوازن ديالهم بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء الخامس نهايه المعركه والنتائج. من بعد كيفاش هربوا المسلمين، وصل لهم واحد الخبر اثناء الغزوه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. في النص ديالهم خافوا لانه واحد او العماد ديالهم في هذه الحرب اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وطبعا هذا واحد الخبر اللي كان شائع في اثناء الغزوه، فهربوا منهم عدد كبير مما خلى بعض من الصحابه اللي ما عارفين بان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا كاين يبقاو، ولكن من بعد ما رجعوا للمدينه وخا انهم تكبدوا بزاف ديال الخسائر في هذه الحرب، منهم 70 شهيد بينما المشركين فقط 23 قاتل. دروس المستفاده من هذه القصه: اهميه الطاعه الكامله
لأوامر القائد، بأن النصر ماشي دائما في يد حنا البشر، في يد الله عز وجل، بأن الأخطاء اللي كنعتبروها حنا صغيرة تقدر تؤدي لكوارث كبيرة بزاف. بالرغم من هاد الخسائر اللي وقعوا، لأن غزوة أحد كانت درس مهم للمسلمين اللي خلاهم وعمره باقي يخسروا حتى شي خسارة ضد قريش. علاش عزيزي المشاهد كنبغي نشكرك راك تبعتي معايا الحلقة من الأول حتى الآخر. ما تنساش تهبط دابا الكومنتات دير هاد الايموجي باش نعرف بانك تابعت هاد الحلقة حتى الاخر. ما تنساش دير لي واحد لايك فولو تبارطاجيها مع الناس. كان معكم دنا، سلام.